إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإيمان بالآخرة يهذب الدنيا. نعم، أمرنا بأن نحقق التوازن بين الدنيا والآخرة، فنعمر الدارين، لقوله تعالى في سورة القصص في الآية 77: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه الآية العجيبة من كتاب الله العزيز، كما قال ربنا على لسان الجن الذين آمنوا في الآية الثانية الأولى والثانية من سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه آية عجيبة، والقرآن كله عجب وكله عجيب، فهو معجزة الله الخالدة. ربنا يحقق هذا التوازن من خلال آية واحدة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قدم الآخرة على الدنيا لأن الدنيا قصيرة ولو طالت، فهي أقصر من أن نقصرها. أما الآخرة فهي دار القرار، هي الحياة الأبدية، لذلك قدمها الله على الدنيا فقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. نعم، إن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. لذلك أمرنا القرآن أن نعمر الدنيا بالأعمال الصالحات، بانتشار الهمم في دار الدنيا، وكل ميسر لما خلق له. تنتشر هممنا من أجل إعمار الدنيا، ولا نبغي الفساد في الأرض، لأن هذه الأرض هي أمانة بين أيدينا، لا بد أن نحافظ عليها من أجل تحقيق مقتضى في جميع مجالات الحياة، في المجال الفلاحي، في المجال الصناعي، في المجال التجاري، في المجال المالي الاستثماري، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في المجال الإعلامي، في المجال الفلكي، في المجال التكنولوجي، في جميع مجالات الحياة. وبذلك تبرؤ ذممنا أمام رب العزة جل جلاله. وفي الوقت نفسه لا بد أن نعمل للآخرة من خلال أداء المفروضات المكتوبات، أداء السنن والمستحبات والرواتب في جميع العبادات، وبذلك ننجح في الدارين، في دار الدنيا وفي دار الآخرة. وقد قال ربنا في أواخر سورة الكهف: قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 110. وتأكد ذلك أيضا في سورة التوبة في الآية 105 حيث يقول ربنا عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.